لو دخلت الفيديو ده يبقى انت دخلت المكان الصح، لانك مش هتطلع غير وانت واصل للجسم المثالي. اهلا بيك في سلسله انت ليه مش بتخس مع انك ماشي على دايت، وليه ما بتوصلش للجسم المثالي، وليه بتفشل في الدايت. في الفيديو ده هتكلم معاك عن 4 حاجات مهمين. اول حاجه انت ليه بتفشل في الدايت، تاني حاجه ازاي تحسب سعراتك الحراريه، وازاي تقسم يومك، وازاي تقسم وجباتك، اسباب بتفشلك في الدايت، ورابع حاجه نصيحه علشان تكمل على الدايت اللي انت ماشي عليه. يلا بينا. اول غلطه ناس كتير بتقع فيها ان هما بيقولوا لك يا كوتش انا باكل وجبه واحده بس في اليوم، وكده هو فاكر ان هو بيخس، وفي الاخر هو ما بيخسش. ايه اللي بيحصل لما انت بتحارب جسمك وبتاكل له وجبه واحده بس في اليوم، وبتقعد طول اليوم ما تاكلش؟ لما بتاكل الوجبه نسبه الانسولين بتعلى، ونسبه التستوستيرون عندك بتنزل. بتفضل قاعد طول اليوم صايم 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 صايم، نسبه التستوستيرون عندك بتزيد والانسولين بينزل. فبالتالي لما بتيجي تاكل وجبه تانية في اخر يوم بعد 10 ساعات او بعد 8 ساعات، جسمك بيبقى فيه امبالانس في الهرمونات، فجسمك ما بيبقاش عارف انت بتعمل ايه. جسمك بيقول لك انت خلاص انا داخل في مجاعه، فبيبدا يحاربك زي ما انت بتحاربه، ويبدا يحبس ميه ويحبس دهون. تاني حاجه السعرات الحراريه. ناس كتير بتكون فاكره ان السعرات الحراريه يعني جوع. لا، ما ينفعش يعني ما ينفعش تدمج السعرات الحراريه بالجوع. يعني ايه سعرات حراريه؟ سعرات حراريه يعني تحسب سعراتك اليوميه، زي مثلا انك ممكن تحسبها على ماي فيتنس بال او اي ابلكيشن او اي حاجه بتحسب سعراتك الحراريه. لو سعراتك الحراريه مثلا 2000 سعره حراريه، انت بتعمل عجز من 400 ل 500 سعره حراريه في اول اسبوع، وبتبدا تقسم الوجبات بتاعتك، زي ان الوجبه بتاعتك لازم يكون فيها الثلاث عناصر: فيها البروتين، وفيها الكارب، وفيها الدهون الصحيه. والدهون الصحيه اهم من الاثنين، علشان جسمك يبدا يحرق دهون لازم تكون بتاكل دهون صحيه. طب لو انت مش عايز تخش في دايره السعرات الحراريه، وعايز برضو انت شخص كده عايز تيجي الجيم او عايز تخس من البيت، بس مش عايز تخش في دايره انك تحسب سعراتك الحراريه وتقعد تتعب نفسك في الموضوع ده، يبقى هتقلل اكلك. مش ان انت تاكل وجبه واحده، لا، هتقلل اكلك ان انت تاكل 4 وجبات بس كميات صغيره. كميات صغيره ازاي؟ انت ممكن تكون بتاكل وجبه واحده في اليوم بس كميه كبيره. لا، الكميه الكبيره دي انت هتقسم نفس الكميه الكبيره دي على 4 وجبات، وتبدا تقسمهم. جسمك عايز يخش له اكل من 3 ساعات ل 4 ساعات، كل 4 ساعات تدخل وجبه. الحرق عندك هيزيد وهتتحسن بكتير. طب لو انت مش عايز تحسب سعراتك الحراريه، تبدا تقلل اكلك وتظبط اكلك، ان الوجبه يكون فيها الهرم الغذائي. الهرم الغذائي ده اللي هو ايه؟ اللي هو البروتين والكارب والدهون والفيتامينات وكل الكلام ده. تالت حاجه، وده الحاجه الوحيده المهمه اللي انت لازم تركز فيها: اسباب بتفشلك في الدايت. انت بتكون داخل اول اسبوع عندك حماس وعندك طاقه انك تعمل دايت، دخلت اول اسبوع خسيت كيلو 2 كيلو، وبعد كده ما عدتش قادر تكمل، بتوقف كل حاجه. ده سببه حاجه واحده بس من اسئله الناس الكتيره اللي انا جمعتها من الناس اللي هي بتتمرن عندي في الجيم وبتتمرن معايا اونلاين. الحاجه الوحيده اللي بتخليهم ما يكملوش ان هم بيكونوا ماشيين على روتين معين، اللي هو بيصحى من النوم بياكل جبن، كلام من ده، حاجات مش كويسه، ومتعود ان هو برده يعني يومه مش متظبط، وفجاه جه عدل يومه كل جسمه مش عارف هو بيعمل ايه، ما هوش متعود على اللي هو عمله. طب يعمل ايه؟ خلاص هو دخل في صدمه، مشى يوم 2 التالت ما قدرش يكمل على اللي هو عمله. طب تعمل ايه علشان تخدع جسمك وتخدع عقلك انك تخس، بس بطريقه ايه؟ بطريقه حلوه كده. انت النهارده هتصحى تاني يوم تعمل دايت، مش هينفع تعمل دايت ل4 وجبات، كده انت صدمت نفسك وصدمت جسمك. طب تعمل ايه؟ انت هتيجي مثلا الاسبوع الاول عندي هدف، او ال3 ايام الاولانيين عندي هدف ان انا اغير وجبه الفطار بس. فتيجي مثلا على وجبه الفطار، لو هي ما كانتش وجبه صحيه تخليها وجبه صحيه، تخليها مثلا بيض، بطاطس، كل الكلام ده، الوجبات اللي هي الاكل الصحي. لو انت ما كانتش صحيه تخليها صحيه، وال3 وجبات التانيين بتاكلهم عادي، او الوجبتين التانيين بتاكلهم عادي. ال3 ايام اللي بعد كده يبقى عندك هدف تاني انك تغير الوجبه التانيه، يبقى انت كده بقى عندك وجبتين. فجاه زي لو فضلت ماشي بنفس النطاق ده هتيجي تبص هتلاقيك انت خدعت عقلك وخدعت جسمك، وبقيت بتصحى كل يوم ماشي على 4 وجبات دايت، وانت اصلا ما حسيتش ان انت عملت دايت، لانك خدعت جسمك وجبه في التانيه في التالتة، وما حرمتش نفسك مره واحده. رابع حاجه، دي النصيحه اللي انا قلت لك عليها في اول الفيديو. النصيحه دي لازم تاخد بيها وتمشي بيها. الدايت مش حرمان، الدايت عجز في السعرات الحراريه بس من الاكل اللي انت بتحبه. ما تحرمش نفسك علشان تكمل،
والنتيجه نتيجه قليله في وقت كبير هيوصلك للهدف اللي انت عايزه. ما ينفعش تمنع نفسك مره واحده عشان جسمك ما ينزلش نزول غلط، ما تحسش ان انت عملت انجاز يوم التاني التالت الرابع اسبوع وتوقف. لا، امشي بنص الهدف، بس استمر شهر شهرين 3 سنة، استمر على كده هتوصل للنتيجة اللي انت عايزها. استنى الفيديو الجاي عشان هنتكلم عن السعرات الحرارية بالمصري، وازاي تخس بالاكل البلدي بتاعنا، ازاي تمشي على دايت، ازاي تمشي على دايت من الاكل اللي انت بتحبه وكل الكلام ده، وازاي تتمرن في البيت او ازاي تتمرن في الجيم. سلسله كامله ان شاء الله 10 ايام هاخدك فيها، هعرفك ازاي تتخلص من الدهون اللي عندك بس بشكل بسيط كده وبشكل هادي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتكون معانا في السلسله. وبرضه يا جماعه ما تنسوش ان انتوا تبقوا معانا في الكومنتات، عرفونا ان انتوا بداتوا معانا الرحله، ولو جه في دماغك اي سؤال اكتبه لنا في الكومنتات وهنرد عليك على طول في الفيديوهات اللي جايه. كان معاكم كابتن عزو، سلام.